طبعا كلكم عارفين ان مع روتانا سينما طول عمرنا مش هتقدر تغمض عينيك، ليه افلام وسهرات وخميس وليله وبرعايه لانشون معرفش ايه وليله وعرض اول وقصه كبيره. فطول عمرك مع روتانا سينما ما تقدرش تغمض عينك، بس مع الاهلي لازم تشوف حاجات جديده غريبه. يعني احنا طول عمرنا مثلا نعرف ايه؟ كتف قانوني، زقه عفويه، شنكله ضحكيه، انما حضن قانوني النهارده عملوا الشناوي مع لاعب المصري حضن قانوني. انا كنت دايما اسال ايه هو الحضن القانوني؟ هل هو الحضن في الحب بس وحالات الرومانسيه بس، ولا في حضن حاجه تاني؟ اكتشفت النهارده ان في حاجه اسمها حضن قانوني في عالم كره القدم، ولذلك الاهلي هتشوف معاه العجب طبعا، لانه اعظم نادي في الكون ويمتلك اكبر شعبيه قاعديه في الجماهيريه والدولاب مليان، لازم يبقى عنده العجب حضن قانوني. يعني انا مبسوط النهارده شفت يعني ايه الحضن القانوني. كنت اسمع عن الحضن الرومانسي، حضن الغربه، حضن الشوق، حضن الاخوي. حضن قانوني في الملاعب، هو ده النادي الاهلي وحلاوه. خلينا نتكلم كوره ونتكلم كفنيين، هو ده النادي الاهلي. انا مبسوط والنادي الاهلي بسطنا النهارده وعرفنا يعني ايه حضن قانوني.